تحية للجميع. خرج علينا امبارح بعد الأخبار التي نشرت على منصة رئاسة الجولاني، اتفاق بين مظلوم عبدي والجولاني. خرجوا علينا بصوت واحد مؤيدي الجولاني من كل طيف ولون، ومؤيدي مظلوم عبدي يهللون للاتفاق ويعدونه بمثابة إنقاذ لسوريا وإنقاذ للحياة المشتركة وللتعددية وغير ذلك. بالطبع مظلوم عبدي عمد إلى هذا الاتفاق دون أن يكترث برأي أحد، لا الشارع القومي الكردي ولا الشارع الشمال شرق سوريا ولا المؤسسات الكاريكاتورية، المجالس التي كان يعمل ويتباهى بها، دون أن يعود إلى أي منها. لكن وتعامل مع الرأي العام كقطيع، وبصرف النظر عن المساومات التي تمت على حساب القضية القومية الكردية في سوريا. وأنا هنا لن أناقش هذه الحيثيات لأن ناقشتها في فيديو آخر، لأنه حول الجماعة القومية، المجتمع القومي، الشعب، إلى قضية أنثروبولوجية مثل الهنود الحمر في أمريكا وفي كندا وفي أستراليا، ووصفهم بالمجتمع القومي الأصيل، وهو مفهوم أنثروبولوجي وليس مفهوم حقوقي أو سياسي. بصرف النظر عن هذا الأمر، سأناقش هذه الاتفاقية من منطلقين: منطلق إنساني، ومن منطلق إنساني أخلاقي، ومن منطلق وطني سوري. الآن وأعلم أن من أيد ومن خرج يهلل الاتفاق سيشنون حملة شعواء ضد هذا الكلام الذي أقوله الآن. مظلوم عبدي بمثابته زميلا أصبح الآن لأبو عمشة وأبو حاتم شقرة وجميع العصابات التي استباحت الساحل السوري، وأنا أتبرأ من دماء الضحايا وأقدم الاعتذار لها إذا كان الاعتذار واجبا. أتبرأ من هذا الفعل المشين حينما وضع مظلوم عبدي يده في اليد الملطخة بالدماء. لا تزال الدماء دافئة على يد الجولاني، ولم يعترف بالمجزرة التي تمت، مجزرة الإبادة الطائفية التي تمت في الساحل السوري بحق مواطنين سوريين كل ذنبهم أنهم ينتمون إلى طائفة أخرى. وكان يتعين على الجولاني أن يقدم اعتذارا لهؤلاء الضحايا ويتحمل مسؤوليته بصفته يمثل رأس السلطة في سوريا، ويعلن صراحة مسؤوليته الأخلاقية والأدبية، ويتوعد بمحاسبة المجرمين والقتلة، لأن من أجمع حول نفسه كل الحثالة والقتلة هؤلاء وأصبغ شرعية بإيحاء إقليمي وبتخطيط من إبراهيم قالن، لابد من أن ينتهي إلى مثل هذه النتائج، إلى حملات قتل للقرويين تحت عنوان محال ملاحقة الفلول. هذا ما حدث بالنسبة في العراق أيضا. كل سني كان يعتبر من فلول النظام السابق ويقتل وعنقه تحت السكين في مرحلة ما من المراحل. هذا ما حصل أيضا في سوريا. هذه كلمة ممجوجة استهلكت لمآرب طائفية وعرقية في كل مكان. كان على مظلوم عبدي والمجتمع الكردي يتبرأ من هذا الأمر. كان عليه أن يطالب قبل أن يضع يده في يد الجولاني أن يعترف الجولاني بالمقتلة ويتحمل مسؤولية كاملة. هذا أولا. الأمر الآخر، في ظل تصاعد التنديدات الدولية ووحدة الموقف الدولي إزاء هذه الجرائم، ألقى مظلوم عبدي بحبل الإنقاذ للجولاني عوضا من حبل المشنقة. لكن لماذا حدث هذا الأمر؟
وفي هذا التوقيت بالذات لأن المجلس الأمن كان بصدد اجتماع لحسم موقف دولي إزاء الأزمة في سوريا وإزاء المجزرة الشاملة التي حدثت. الآن أنا منذ بداية سقوط النظام ومنذ البدايات الأولى لزيارات القيادات الأمنية في تركيا لسجن إمرالي ولزعيم PKK عبد الله أوكلان قلت أن أسباب هذه الزيارة ليس هو حل المسألة الكردية في تركيا ولا الاعتراف بحقوق الأكراد، إنما وضع يد الأتراك على ملف قسد وتوجيهه نحو الشعب السوري ككل. الهدف هو أن تستبيح تركيا كل سوريا، لأن العقبة الوحيدة كان هناك قسد. الآن يبدو أن التسوية ما حصلت في الخلف وراء الأبواب المغلقة بين الأتراك والولايات المتحدة، ومن رعى هذا الاتفاق هم الأمريكيون في ظل الدعوات بفرض حماية على المناطق العلوية. إذن هذه تمت عبر بوابة إمرالي، سجن إمرالي، وعبر عبد الله أوكلان ودولة باهتشلي والدولة العميقة في تركيا. كيف لقوى قدمت آلاف الشهداء وحاربت داعش والإرهابيين تمضي وتضع وتذعن لهؤلاء الإرهابيين بالذات تضع يدا في يدهم في ظل وجود مقتلة ومجزرة كبيرة؟ هذا عار. هذا لا يؤسس لوحدة سوريا ولا يؤسس للتعايش ولا للتعددية. هذه صفقات تمت على أشلاء ضحايا مدنيين أبرياء. هذا ما ينبغي أن يقال بصراحة ووضوح ودون لبس، إلا من يريد أن يتواطأ ويتغافل عن صرخات تلك الضحايا، إلا من يريد أن يبرر الجريمة ويبرئ القتلة من فعلتهم. ثم لا أفهم كيف لزعيم عسكري، يعني السياقات غير مناسبة وغير صحيحة، لا أفهم لزعيم عسكري أن يتحدث باسم قضية وشعب ويختزلها إلى قضية المجتمع الأصلي أو السكان الأصليين مثل الهنود الحمر. في كندا حقوق هؤلاء هم حقوق اجتماعية فقط وثقافية، ويعيشون في معسكرات مغلقة. الحكومة الكندية يعلم الكثيرون هنا وحتى الأمريكية يراعون بعض العادات الفلكلورية لديهم ويلقون لهم الإفيون كطقس مقدس. هذا ما يريده الجولاني أو وما قبل به مظلوم عبده بالنسبة للقضية الكردية. من العار على بلد مثل سوريا بكل هذا التنوع وهذا التاريخ أن يحكمه رجل مثل الجولاني، وعار على المثقفين أن يقبلوا أو يبرروا هذا الموقف. مظلوم عبده جعل الكرد شركاء في هذه